السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال بإذن الله. المهم شكرا، تنبغي نشكر كل مشترك جديد اللي تشجعوني وباش تكبر هذه القناة إن شاء الله بفضل الله وبفضلكم. المهم غنشارككم اليوم واحد فيديوهات غنجاوب هذاك الكرغولي ديال البارح اللي سب الأفارقة. غنوري حقيقته، حقيقة بلادو، بأنه راه باقي مستعمرة. ما يتسحبش راسو بانه راه شي حاجه. راه هما اللي تنقول لكم اخوتي بانهم مراد بالنرجسيه، وما تيتسحبوا راسهم هما الافضل وهما القوه الضاربه مشات لهم في راسهم لانهم مراد هاد النرجسيه. هما لا شيء ولكن تعتبروا راسهم انهم شيء. حنا ما تنشوفوا حتى شي اخبار ان في الافارقه تيديروا الطوابير، ولا عندهم نقص في الزيت، ولا عندهم نقص في الدقيق، ولا عندهم نقص في المواد الغذائيه اللي الانسان تحتاجها يوميا، الا لهاد القوه الضاربه. ومازال تيحلوا فمهم وتيسبوا وتيقذفوا الافارقه باسوا السب. انا ما عرفتش هاد الناس كيفاش تيفكروا. هذا قال لك سيدي راه هو ملتزم وهو مسلم وهو تيعرف الاسلام احسن منا، ونعتنا حنايا المغاربه باننا راه صهاينه لاننا طبعنا مع اليهود. ما عليه، انا غادي نوري حقيقته وغادي نشارككم واحد الفيديو انهم ناضوا النظام الارهابي ناض ضد الشاب خالد. لانه عرفتوا علاش؟ لانه خطأه الوحيد قال لك هو انه شكر المغرب، وانه عنده الجنسيه مغربيه، وانه مزوج بفتاه مغربيه. هذا هو الخطأ بالنسبه لهم هما اللي دار الشاب خالد، انه ما خصوش يشكر المغرب، وما خصوش يتزوج بامرأة مغربية، وما خصوش أن يقول بأن الصحراء مغربية. المهم أنا غادي نشارككم أخوتي هاد الفيديوهات ومن بعد اليوم جيت نهضر على الشاب خالد. الشاب خالد اللي هاد اليامات راهي نايضه شوشره كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، والقرار اللي اصدرته الحكومه الجزائريه بريميرمون اولا وقبل كل شيء نحن ندعم ونوافق على القرار اللي اصدرته الحكومه الجزائريه بما يخص الشاب خالد، ان منعه باش يدخل الى تراب الوطن. والاسباب راهي باينه من قديم الزمان. كانوا برك يقرعوا له كيما نقولوا حنايا، يزيد يفضحوا كاع باش كيما نقولوا حنايا يخرجوا له هذا القرار هذا. اذا دوزيامون ايضا بغيت نقول لا شماته، لا شماته. الناس اللي راكم ديروا فيديوهات على الشاب خالد وكاع نقول لكم لا شماته، لان دير روحك انت في لا سيتياسيون تاعه. الامر جدا صعب ومعقد، وعلى بالي باللي هو غنى وبليزير فوا ديكلارا ودعم المخزن وهو العدو الاول للجزائر. باش يكون في علمكم المخزن هو العدو الاول للجزائر. ولكن للاسف الشاب خالد قديما كان سفير اغنيه الراي، وسفير كيما نقولوا حنايا الاغنيه الجزائريه في الخارج. على بالنا بلي شاب خالد عالمي، والوزن عنده الوزن تاعه في الاغنيه الشعبيه واغنيه الراي وكاع. ولكن وصل السيل الزوبه. بغيت نقول لكم لا شماته، ما تشمتوش في الشاب خالد، راه جزائري. والحكومه الجزائريه الشيء كاع هذا اللي راه يدور، وهذا الضغوطات على الحكومه الجزائريه وكاع. بغيت نقول لكم باللي الحكومه الجزائريه تمضغ اولادها بصح ما تشرطهمش. للاسف الشاب خالد غنى وقال باللي الصحراء مغربيه ومنا وكذا. لا، الصحراء جزائريه. انا ارجو من الشاب خالد انه يعاود يغني ويقول باللي الصحراء جزائريه، لان الصحراء جزائريه، الصحراء تاعنا. انا نقول ونعاود المخزن، راكم غير تبلبلوا، راكم غير تضيعوا في الوقت، وراكم غير تربحوا في العيب. انتم راكم مساندين اللوبي الصهيوني، ونحن نعلم بانكم قديما من طلع الشاب خالد والشاب مامي لفرنسا وكاع عرفتوا كيفاش تلعبوا على الشاب خالد بكاع الوسائل، وجبتوه عندكم واستعملتوه باش تضربوا الجزائر. مامي مما قضيتوا له شو كاع غرقتوه ودخلتوه للحبس وحصلتوا فيه الاغتصابات واكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. ولكن الشاب خالد من عرفتوا كيفاش تجبدوا عندكم الفلوس تغير النفوس. وايضا من الشاب خالد وكاع متزوج بمغربيه. راكم تعرفوا خوتي الشاب خالد عنده اولاد مع هذيك المراه هذيك المغربيه،
وايضا كما يقول لك الفلوس تغير النفوس. للاسف احنا ما كناش متمنين باللي القرار هذا يخرج، ولكن خالد خويا وصل السيل الزوبه، وراك كما نقولوا حنايا فضحتها بزاف، وحنا كنا متمنين انك تكونك مع الجزائر ظالمه او مظلومه، مالغري كاع اللي يصراو الشيء اللي يصراو كاع انك تقعد مع الجزائر لانك جزائري الاصل. ولكن لا شماته، وربي يحفظكم خوتي، بركو ما تعايروا في المراه تاعه شاب خالد، ديروا فيديو كاع وتعايروا في المراه تاعه وكذا 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 وكذا. نتمنى ان الشاب خالد يولي لعقله ويعاود يولي مع الجزائر، يولي مع الصف جداده، ما يغروهش الوسائل هادو تاع الدنيا وهاد الصوالح هادو الفانيين وكاع. تحيا الجزائر، تحيا الجيش الشعبي الوطني. ايه واحد عنده لك ناصريتي ماروكان. وين؟ Lui il a la nationalité marocaine, il y a des Algériens ici. Venez par là. Ouais. D'accord. Vous n'avez pas honte. Ouais. أنا خوتي الشاب خالد مشى للقنصلية الجزائرية في فرنسا وما خلاوش يدخل. علاش؟ تيقولوا لي بأنك أنت مغربي ما عندكش الحق أنك تدخل القنصلية الجزائرية. هذا هو ذنبه، أنه عنده الجنسية 10 سنين هذه وهي عنده الجنسية، ومزوج بمغربية وعنده وليداتهم في المغرب وعايش في المغرب، ولكن هذا هو ما صافي ما خلاوش ما بغاوش يدخل الجزائر، لانه راه محروم من انه يدير شي احتفالات في حفلات في الجزائر. لهذا هو ذنبه انه تيبغي المغرب وقال الصحراء المغربيه. هذا الشيء علاش نايضين ضده، وكلهم هادو اللي نايضين ضده دائما من جانب النظام الارهابي، من جانب النظام الكبرانات. راهما شوفوا عوجهم كي دايرين باللوستري، بمعنى ان زعما انهم واكلين وشابعين ومنقين راسهم، والناس اللي تنشوفهم ساكن في الجزائر حالتهم لا غذاء منظم ولا دائما مساكن تفكروا في الطوابير، دائما عندهم نقص في كل شيء. هادو هما اللي يدافعوا على النظام. اما الناس مساكن اللي تيعانيهم حيت هما ما تيعانيوش بحال اللي تيعاني الشعب الجزائري. هذا الشيء علاش هما دائما تيدافعوا على النظام هذا، لانهم راه تياكلوا منه عايشين منه ومعيشين في الرفاهيه خارج الجزائر. هادو ما عايشينش في الجزائر، كون كانوا عايشين في الجزائر غادي يعرفوا اشنا هي الحياه الصعبه اللي تمروا بها الجزائريين بصفه عامه. صح والله، غير افريقيا الكلبه يعني. هذو يستاهلوا مليار و500 مليون دولار، وما يديروا لهم لا تنميه لا طرقات لا والو، يدوا لهم في ثرواتهم وعايشين بثرواتهم، باسكو ما يستاهلوش تحلاب اصلا. عبيد كيما هذو والله ما يستاهلوا تحلاب. غنعطيك جواب ديال هاد الشيء اللي سبيتي الافارقه. غادي نوريك بلادك كيفاش هي. الافارقه وما عندهمش داك الشيء. الافارقه اللي تتسبهم وما عايشيش في الذل اللي عايشين فيه شعبك. نعلم ان النشيد الوطني الجزائري قسما بالنازلات الماحقات حقوق البث نتاعو في باريس في فرنسا. حقوق البث نتاعو في فرنسا، نعم. تخيلوا ان النشيد الوطني الذي كتبه الشاعر الجزائري ولحنه الملحن المصري حقوق الملكية تعود لفرنسا، نعم. بوليس الجزائر تعود لفرنسا، نعم. احنا معناتها كي نديروا النشيد الوطني لازم تقول اذن من فرنسا قالوا واش راكم تخلونا نديروا النشيد الوطني، يرحم باباكم. خلونا نديروا النشيد الوطني، يرحم باباكم. نعم. اذا حان الوقت لنشتري حقوق نشيدنا الوطني. اذا كان النشيد الوطني رمز الدولة مش ملكنا تاع فرنسا، باش تحوس تهضر تاع الطوماطيش والعدس والبطاط. النشيد الوطني مش تاع الجزائر. لازم ندو تصريح يا ماكرون جماعه خلونا نديروا النشيد الوطني. كل ما نديروا النشيد الوطني نخلصوا فرنسا، نعم. واللي يدير النشيد الوطني وما يخلصش فرنسا ينحوه والله يتبعوه قضائيا، ممنوع. هذا النشيد حقوق ملكيه فرنسيه.
هذه حقيقه للاسف الشديد. تاع الهنوده ولا ناسيوناليتي تاع الجزائر؟ الهنوده راهم خير من الراسه تاع والدينا. هاد الناسيوناليتي تاع الجزائر نحرق الراسه تاع والديها الكل. ندي ناسيوناليتي تاع الهنوده ولا ناسيوناليتي تاع الجزائر؟ السلام عليكم خاوتنا. شوف لاشين على الزيت، قال لك الزيت راهي متواجده ومتوفره في الاسواق. رانا في ولايه الجلفه. لاشين شوف لاشين على الزيت. حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف شوفوا خوتي اش كارثه هذه. رجعت دقيقه خوتي. شوف فيلاجة تعويزة. شوفوا خوتي. شوف واحد يشري الجزائر هذه كلها، واحد عندي بيبيها الصوت. شي الفيلاجة هذه يا خوتي، يا ربي فرج علينا. بلد في العالم واحد فينا ما يخدم، ولاية بترولية ماليها زوالية، جايين للعاصمة جايين، الحرية لا جدال، ما دام كاين الرجال في السحاري والتلال، وطني أين سكني، وطني أين حقي، الجزائري فقرته، المعاق حطمته، الأستاذ ضربته، أغنى بلد في العالم. فضيحة القوة الهاربة. شو الغاشي وين راه عايش؟ شنو البرارك شو الواد الحار، لا بيسين ديال الواد الحار. خروطو قال لك حنا عندنا اقوى منظومة صحية وبنية تحتية عالمية. خروطو خليك جميع شحال ما نجح راني نهضر على الحي اللي راني عايشو. ادخل الداخل، روح للدار. انا هربت المرا والدراري. روح للدار. تعرفوا الناس الايادي البيضاء، وتعرفوا الناس اللي تعمر الصاك تحت الطابله وفوق الطابله. وش الفهم يفهم في الصوت. شو القليل والقليطي راهم يدابزوا على خيشه ديال الفرينه، وقال لك حنا راه قوه ضاربه وحنا وين راهم الفلوس ديال البترول؟ داهم برايم رخيص. خروطو كوميديا القوة الضاربة. الشيفور ديال الطيارة ديال الخروطو خارج وكيمسح الدجاج بالشيفون. الطيارة ما عندهاش سويق، لا سويلي ويلي، وقال لك حنا قوة ضاربة وحنا عندنا الغاز والبترول. خروطو راه غادي يطيح. خروطو القوة الهاربة. شو الغاشي شاد الصف مع الفجر، الناس يمشيو يصليو الفجر وما جايين يشدوا الصف على شكارة ديال الحليب بالغبرة، وقال لك حنا قوة ضاربة، حنا عندنا الغاز وحنا عندنا البترول وداك الشيء ديال الخرطي ديالهم. خروطو أزمة حليب هذه يقولها حل ولا ما يقولهاش حل؟ ما على باليش. أزمة حليب شان قداه لك، شان قداه، وليس فقط كاس افريقيا. مبروك للشعب المغربي تنظيم كأس إفريقيا في 2025، ومبروك للشعب الجزائري افتتاح نقطة جديدة لبيع العدس واللوبيا.
هذه هي حقيقة بلادك اللي ما بغيتيش تعترف بها وتتحس براسك بأنك القوة ضاربة. هاد الفضائح اللي تنشوفوا في بلادك ما تنشوفوهاش في القارة الإفريقية وفي أي بلاد إفريقية ما تنشوفوهاش كما تنشوفوا. هاد الشيء في الجزائر، الطوابير على الحليب وعلى السميد وعلى الزيت وعلى كل شيء، والحالة الاجتماعية ديال الناس. وهذا ملي بغيت تعير الناس وتنقص منهم، شوف حالتك الأول انت وشوف بلادك انت، عاد انتقد عباد الله.